يا أهلا. النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني من حلقة العلم. في الجزء الأولاني شفنا تأثير رجال الدين على العلم بالإيجاب. الحلقة ديت هنشوف التأثير السلبي لبعض رجال الدين على العلم، وازاي نقدر في الآخر نعرض الفكرة بأن احنا نحول التأثير السلبي ده إلى تأثير إيجابي. نشوف الأول بعض المواضيع اللي أثرها رجال الدين على مستوى العالم. ودايما رجال الدين هم اللي بيثيروا المواضيع دي، مش رجال العلم. نشوف بعض من هذه المواضيع وتأثيرها على البشرية. الموضوع الأولاني، طبعا قصة العالم جاليليو معروفة، انه لما قال ان الارض كروية وانها مش مركز الكون حكم عليه بالإعدام، لكن ما تنفذش الحكم في الآخر يعني. المشكلة الثانية كانت مع كارل بينز مخترع السيارة. لما عرضها رجال الدين قالوا إن ده ضد الإنجيل، لأن ربنا قال في الإنجيل إن العربيات بتجرها الخيول مش المحركات، وساب المشروع لولا مراته اسمها بيرتا بينز هي اللي عملت الرحلة لمسافة 106 كيلو، ودي كانت أول رحلة بسيارة في التاريخ لامرأة. برضو المطبعة تم اختراعها سنة 1447 من العالم الألماني جوتنبرج، ولما اخترعها أوروبا منعت استخدامها الأول لغاية مارتن لوثر، هو رجل دين في ألمانيا، قرر أنه يطبع الكتاب المقدس بعد ترجمته إلى اللغة الألمانية علشان الشعب الألماني يقدر يعرف ويفسر الكتاب المقدس بنفسه. كان ساعتها الإمبراطورية العثمانية محتلة الدول الإسلامية تقريبا أو الدول العربية، ومنعت استخدام المطبعة إلا على اليهود بس. وتنينا في هذه الظلمة والخراب لغاية الحملة الفرنسية جت، وبعد كده محمد علي بدأ يستخدم المطبعة وبدأ يطلع عندنا علم وعلماء. نافع عن كده ايه؟ الدولة العثمانية ما شفناش فيها علماء، وانتهت الدولة العثمانية بالرغم انها حاطة ايديها على جميع الدول اللي محتلاها وعلى مقدراتها، ما شفناش اي علماء من هذه الدول، بالرغم انها مفروض انها تملك كثير من المال. وانتهت الدولة العثمانية بهزيمتها في الحرب العالمية الأولى، والى الان ما نشوفش في تركيا خالص اي علماء. انا ما سمعتش على علماء من الاتراك تقريبا يعني، بالرغم ان الامبراطوريه الانجليزيه انجلترا كانت برضو حاطه ايديها على دول ومقدراتها برضو معاها فلوس كتير واموال طائله، لكن خرجت لنا علماء كتير جدا. ده الفرق ما بين دوله امبراطوريه منعت استخدام المطبعه بسبب فتوى من رجل دين بيقول ان لو سمحنا باستخدام المطبعة سيتم طباعة القرآن الكريم وهيبقى سهل انهم ياخدوه معاهم في دورات المياه. فتوى بهدلتنا وبهدلت الدولة العثمانية نفسها وتأخرنا كتير. ونرجع نقول في كثير من العلماء يهود ليه؟ ما هو طبعا كان مسموح لهم انهم يطبعوا واحنا ممنوع علينا. كام سنة؟ 350 سنة في الظلام. في واحدة قريبتي متفوقة في الدراسة ودرست واشتغلت في مشروع قومي. الكلام ده كان في عهد حسني مبارك، رئيس حسني مبارك، ووصلت وحضرت الدكتوراه وجه دورها انها تسافر الى دولة اوروبية علشان تكمل الابحاث في المشروع ده. صدر فتوى بقى ليها من جوزها او منها او من اي حد من السلفيين اللي في المحيط بتاعهم بان حرام انها تسافر بدون محرم الى دولة اوروبية او الى خارج مصر يعني. وقدمت استقالتها وراحت اشتغلت موظفة عادية في اي مكان تاني، والمشروع ده كله باظ. ده كان في الفترة بتاعة حسني مبارك اللي هي ما كانش فيه حد بيتحاسب ساعتها، وفقدنا عالمة علشان خاطر فتوى بأنها غلط أنها تسافر. لا يا صديق، كان ربنا ابتلاه بمرض في الكبد وكان لازم يعمل عملية زرع كبد.
طبعا ما عرفش يعملها هنا في مصر، سافر للصين، باع اللي قدامه واللي وراه وحول فلوسه من مصري الى دولار. يعني تقريبا مش فاكر، هو قال لي 100,000 او 200,000 دولار حاجه زي كده، وسافر الصين وعمل عمليه ورجع بالسلامه سليم والحمد لله. ليه هو سافر الى الصين وعمل عمليه ما عملهاش في مصر؟ لان في فتوى من الشيخ الشعراوي بتحريم نقل الاعضاء، نتج عنها ان في فلوس كتير خرجت عمله صعبه من مصر بنعاني منها الى الان، ونتج عنها ايضا ان انتشر ظاهره سرقه الاعضاء والاتجار بالبشر، وايضا ان ما بقاش عندنا علماء ولا اطباء يعملوا العمليه ديت الا قليل منهم، تاخرنا كتير عن الدول اللي حوالينا. واستفادت ايه البشريه؟ ولا حاجه. يا دوبك لسه شايفين سياده الرئيس السيسي وهو بيفتتح معهد ناصر وبيتخصص في عمليات نقل الاعضاء، واحنا لسه محتاجين قوانين كتيره تنظمها. اتاخرنا كتير بسبب فتوى الشيخ الشعراوي. والغريبه جدا ان الشيخ الشعراوي لسه ليه اتباع زي الشيخ كريمه، هنشوفها في، انا سايب اللينك بتاع الفتاوي دي فيديو في الوصف. تاخرنا كتير جدا بسبب فتوى ضد العلم. برضو في رأي لفضيلة شيخ الازهر بيعلن فيها رفضه لنظرية التطور لداروين. الكلام ده كان سنة 2014. انا سايب برضو اللينك بتاع الفيديو ده موجود في الوصف. كل اللي بيرفض هذه النظرية لرأي شخصي، يعني انا ما اقتنعتش بكلامه حقيقة. لقينا في 2018 ان جائزة نوبل في الكيمياء خدوها 3 دكاترة من ضمنهم امرأة لاختراعهم طريقة في انتاج الدواء العلاج باستخدام نظرية داروين. يعني العالم بيعترف بنظرية داروين وفضيلة شيخ الازهر بيرفضها. جه في سنة 2022 السنة دي جائزة نوبل ايضا اعطت في الطب لعالم احنا اتكلمنا فيه في الحلقة الماضية على انه بحث على التطور بتاع الانسان ومن الاسلاف للانسان الماضي، واحنا اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت، ممكن ترجعوا لها. يعني جائزة النوبل اعطت سنة 2018 و2022 بناء على نظرية التطور، وما زال فضيلة شيخ الازهر بيرفض هذه النظرية. طيب انا واحد مصري وبصراحة حريص على فضيلة شيخ الازهر والازهر نفسه، وما ينفعش ان يبقى منظرنا كده. فانا شايف ان في الازهر جامعات متخصصة زي كلية العلوم بنين، كلية العلوم بنات، كلية الطب بنين، كلية الطب بنات، كلية التجارة بنين، كلية التجارة بنات. كل الكليات المتخصصة دي بيدرس فيها طلبة خريجي أزهر من سنة من رياض الأطفال، قعدوا يدرسوا علوم الدينية كاملة على مدار سنين كتيرة لغاية لما اتخرجوا من الجامعة. على أيامي كان اللي عايز يخش جامعة الأزهر لازم ياخد سنة زيادة عشان يدرس فيها العلوم الدينية اللي ما درسهاش زي زمايله اللي هيبقوا معاه في الجامعة. واتلغى الموضوع ده وقالوا ما ينفعش، لازم نقصر الكليات العملية في جامعة الأزهر على خريجي مدارس الأزهر. طيب يعني احنا عندنا مدارس، عندنا دلوقتي طلبة متخرجين من كليات الطب يدرسون العلوم الطب بالإضافة إلى العلوم الدينية لمدة طويلة جدا. فبعد إذن حضراتكم فضيلة الشيخ الأزهر يمنع أي رجل دين درس العلوم الدينية فقط في مثلا زي كليات الشريعة وأصول الدين إنه يقول رأيه أو يفتي في أمور لها علاقة بالعلوم الطبيعية أو علوم الطب أو كما إلى ذلك. يعني لو سمحتوا هنقول رأينا في داروين نروح لكلية العلوم، لو سمحتوا يطلع بيان من كلية العلوم جامعة الأزهر يقول إن نظرية داروين خطأ، وبعد كده أي رجل ديني يقول بناء على ما صدر من كلية العلوم جامعة الأزهر فإن نظرية داروين غلط.
كده يبقى تمام، مفيش مشكله. وانا عارف ان ده مش هيتم. ليه مش هيتم؟ لان لو كليه العلوم اصدرت هذا البيان، من المؤكد ان مفيش ولا واحد منهم هياخد اي جايزه عالميه، وترتيب كليه العلوم جامعه الازهر هينزل تحت خالص، ولا هنلاقي حد بيحضر دكتوراه عالميا ولا اي حاجه. لان طبعا يعني بيدوا جائزه النوبل في الطب بناء على نظريه داروين، وهم يجوا يقولوا ما فيش نظريه داروين، هيدوا لهم جائزه نوبل على انهم بيقولوا نظريه داروين غلط؟ طبعا ده مستحيل. ونظرا لاني على قناعه تامه بان ما فيش اي اصلاح مؤسسه بيتم من داخلها، يعني الكلام اللي بقوله لحضراتكم ده مش هيتم. عشان كده فكره هذه الحلقه ان الساده نواب مجلس النواب يا ريتهم يصدروا قانون يمنع اي رجل دين من ابداء رايه العلمي في الامور العلميه الا من خلال الكليات المتخصصه في جامعه الازهر. يعني ما يبقاش في حرمانيه نقل الاعضاء الا من خلال كليه الطب، ما يتقالش ان نظريه داروين غلط الا من كليه العلوم، ما يتقالش ان البنوك حرام، الفايده اللي في البنوك حرام الا من خلال كليه تجاره جامعه الازهر. وانا عارف ان ده هيبقى صعب، لكن هو ده الحل، ان احنا نقدر ننجو شويه من راي رجال الدين السلبي تجاه العلم ونخليه ايجابي ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.